واش رايكم في مستوى المستقدم الجديد رياض بن عياد؟ انا هادوك اللمسات تاع مهدي مرغم في هذه المباراة امام نجم مقرة، فرديا اتحاد الجزائر عنده تشكيلة. ما تنساوش ليكيب ديروا جيم للفيديو، وخاصة اشتركوا في القناة، راكو بزاف تشوفوا في لي فيديو تاعنا ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، بصح راكو تنساو ديروا اشتراك. لي جوار جدد تاع اتحاد الجزائر اليوم شفناهم في هذه المواجهة أمام فريق النجم مقرة. اتحاد الجزائر في كأس الجمهورية تأهل بعد فوزه بهدف دون رد أمام نجم مقرة بملعب 5 جويلية، والتأهل إلى الدور ثمن النهائي أين سيلاقي فريق رائد القبة. ما كان يهم في هذه المواجهة، أولا كانت آخر مباراة للمدرب التونسي نبيل معلول اللي قاد الفريق أمام اتحاد خنشلة، زاد قاد الفريق أيضا في هذه المواجهة، وهي الأخيرة رسميا بالنسبة للمدير الفني التونسي الذي سيترك مكانه للمدرب البرازيلي ماركوس باكيتا. ماركوس باكيتا غني عن التعريف في كرة القدم الجزائرية، درب شباب بالوزداد وحقق معه أمور إيجابية كثيرة، يعرف المحيط، يعرف أيضا كرة القدم الجزائرية، وهذا ما سيفيده في تجربته مع فريق اتحاد الجزائر. كما قلنا الوافدون الجدد على فريق اتحاد الجزائر اليوم شفنا رياض بن عياد المهاجم قام بلقطات تؤكد بأنه هذا اللاعب راح يجي منه في فريق اتحاد الجزائر، مهاجم قوي يمكن أن يتطور، وخاصة من الناحية البدنية شفناه نوعا ما بعيد على مستواه من الناحية البدنية، وهذا أمر عادي جدا بالعمل بالحصص التدريبية بتوالي المباريات سيكون في المستوى. رياض بن عياد اليوم أنا عجبني بن عياد، يبان أنه عندك رأس حربة، باين واضح من لمساته أنه مهاجم سيكون له شأن كبير مع اتحاد الجزائر في هذه التجربة في الدوري الجزائري، وخاصة في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وهذا أمر إيجابي لأنه فريق اتحاد الجزائر رغم امتلاكه لبالقاسمي اللي لم يقصر بالقاسمي عندما احتاجه الاتحاد بعد فترة الفراغ الكبيرة أو المستوى السلبي الذي قدمه سيكو غاسامة الذي كان يعول عليه الكثير والكثير منذ استقدامه في فترة التحويلات الصيفية. غاسامة مر جانبا، غاسامة الذي جاء به المدرب نبيل معلول هو اللي جاب غاسامة لاتحاد الجزائر، وكان يصر على إقحامه في كل مباراة رغم أنه كان بعيد على مستواه. عندما حان دور بالقاسمي قال أنا هنا راني واجد باش نقدم الإضافة اللازمة لفريق اتحاد الجزائر، يعطيه الصحة. بالقاسمي قام بدوره على أكمل وجه. الآن على المدرب الجديد ماركوس باكيتا ألا يهمش بالقاسمي، لأنه بالقاسمي عنده خصائصه، عنده فنياته، عنده طريقة لعبه، وعنده تسجيله للأهداف. هناك أيضا رياض بن عياد مهاجم رأس حربة قوي بدنيا، يعرف يشوف أيضا المرمى، ويمكن أيضا أن يلعب سويا رغم أن المنافسة جزء من في كرة القدم، وإذا لعب واحد فيهم ليست نهاية العالم، وهذا ما سيزيد أيضا من الريتم تاعهم كرأسي حربة في فريق اتحاد الجزائر. مهدي مرغم اليوم عجبني لمساته، تؤكد أنه لاعب مميز، لاعب رائع، وصفقة جيدة لاتحاد الجزائر في فترة التحويلات الشتوية. أكيد ما تقدرش تحكم على مرغم من المباراة الأولى، ما تقدرش تحكم على رياض بن عياد من المباراة الأولى، لكن اللي يعرف بالون يشوف أنه اللمسة الفنية كاينة، يعرف أنه هذا اللاعبين، ورياض بن عياد راه غني عن التعريف، لعب في البطولة الجزائرية، تألق في البطولة الجزائرية، لعب أيضا مع المنتخب الوطني الجزائري، استدعاه جمال بالماضي إلى تتذكروا في مباراة ودية كانت أمام المنتخب الإيراني، وسجل هدف أمام المنتخب الإيراني. وأيضا كانت له تجربة في الأراضي التونسية لم تكن موفقة. هذه هي مسيرة كرة القدم، يوم لك ويوم عليك بطبيعة الحال. هناك أيضا خالدي قدم مباراة رائعة، خالدي اليوم أيضا، وأكد أنه لاعب جيد. حتى هذا الثلاثي أعاد الأمل نوعا ما لأنصار اتحاد الجزائر، أعاد الأمل نوعا ما لأنصار الاتحاد برؤية تشكيلة مغايرة من الناحية الفنية، من الناحية الجماعية، ومن الناحية الفردية، خاصة مع مدرب جديد اسمه ماركوس باكيتا. عنده
أفكار واضحة باكيتا مع فريق اتحاد الجزائر، عنده أفكار هجومية، عنده طريقة لعب يمتاز بها، عنده سلبيات بطبيعة الحال ككل المدربين في العالم، لكن قادر على الرفع من مستوى اتحاد الجزائر، لأنه حتى نبيل معلول قدم نتائج طيبة، لكن الطريقة اللي كان يلعبها فريق اتحاد الجزائر تهميش لبعض اللاعبين في فريق اتحاد الجزائر على حساب لاعبين آخرين لم يكونوا يقدموا ما عليهم خلال المباريات. لكن بشكل عام هزيمة الدربي بتلك الطريقة، أنا ما نقولش 3 مقابل لا شيء، كيفاش خسروا الدربي؟ الطريقة اللي خسر بها فريق اتحاد الجزائر الدربي مع مولودية الجزائر هي التي أفاضت الكأس بالنسبة للمدير الفني التونسي، هي القطرة التي أفاضت كأس المدرب التونسي نبيل معلول، وجعلت الأمور تختلط عليه في اتحاد الجزائر، وتختلط الأمور كليا، ويختلط الحابل بالنابل في اتحاد الجزائر، ثم تستقر الإدارة على الطلاق بالتراضي مع معلول وجلب ماركوس باكيتا. حتى جلب ماركوس باكيتا أعتقد بأنه كان ذكي. إدارة اتحاد الجزائر تعرف أنه في هذه الفترة في شهر فيفري، رانا يوم 10 فيفري، طبيعة الحال مازال شهر فيفري، مارس، أفريل، ماي، عندنا 4 شهور، لازم تجيب مدرب يعرف المحيط. إلى ما جابتش مدرب محلي جزائري لازم تجيب مدرب سبق له العمل في كرة القدم الجزائرية، وهذا ما فعلته مع المدير الفني السابق لشباب بلوزداد ماركوس باكيتا. الآن اتحاد الجزائر في الطريق الصحيح، معلول يعطيه الصحة، كان محترف، كمل العمل تاعو بطلب من الإدارة ولغاية يعني استكمال الأمور الإدارية بالنسبة لماركوس باكيتا. حسب الأخبار سيكون هنا في الساعات القليلة القادمة بحر هذا الأسبوع للتحضير للمقابلات القادمة. اتحاد الجزائر يصطدم في الدور ثمن النهائي من كأس الجمهورية أمام فريق برائد القبة، مباراة بيج ماتش. علاش بيج ماتش؟ لأنه مدرسة رائد القبة مدرسة اتحاد الجزائر، عندنا مدرب رائع في رائد القبة، هو المدرب بوعلام شارف. كاين لاعبين أصحاب خبرة، كاين زواري مباراة خاصة لزواري كريمو أمام فريقه السابق اتحاد الجزائر، وهو محبوب الجماهير. زواري محبوب جماهير اتحاد الجزائر في فترة من الفترات، في فترة من الأزمات في فريق اتحاد الجزائر، راحوا عند زواري قالوا له يعني وش هو المستقبل تاعك؟ قال لهم أنا هنا راني مهني لهنا، قال لهم لهنا. وهذا الأمر كسب قلوب فريق اتحاد الجزائر، ما كانش يحوس على الأموال، يحب فريق اتحاد الجزائر، قدم كل ما لديه في فريق اتحاد الجزائر. والآن مباراة خاصة بين زواري واتحاد الجزائر، رائد القبة واتحاد الجزائر في كأس الجمهورية. ليكيب انتم قولوا لنا واش رايكم في مستوى المستقدمين الجدد، في رايكم في المهاجم رياض بن عياد، رايكم في مهدي مرغم، ورايكم ايضا في خالدي، والتناسق اللي كان بينهم بين لاعبين اخرين، رغم انه اول مباراة رسمية بعد حوالي 4 أو 5 حصص تدريبية لكل منهم في تشكيلة فريق اتحاد الجزائر. أعطونا رأيكم في ميركاتو اتحاد الجزائر، زيدوا أضاليد لأنه أضاليد سيكون له شأن كبير مع المدرب ماركوس باكيتا. هذا أمر يعني أقرب للواقع، لأنه إمكانيات أضاليد وطريقة لعبه لازم يكون أساسي، لكن هذه هي كرة القدم. يمكن أضاليد لم يتأقلم جيدا، لكن الكلام الأخير سوف نراه عند المدرب ماركوس باكيتا. إذا اعتمد على أضاليد فهذا أمر إيجابي، إذا لم يعتمد على أضاليد فهذا يعني أنه هناك أمر لا يسير جيدا مع الدولي البوليفي. قولوا لنا في التعليقات رأيكم في اتحاد العاصمة، اللاعبين الجدد، وأيضا قدوم ماركوس باكيتا، ورأيكم أيضا في المباراة القادمة أمام فريق رائد القبة. هذه المباراة ستكون لحساب ثمن نهائي كأس الجمهورية. شكرا ليكيب، يعطيكم العافية. ما تنسوش لايك للفيديو، وخاصة اشتركوا في القناة، راكم بزاف تشوفوا فينا بلا ما ديروا اشتراك. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم. فعلوا الجرس باش كي تجي فيديو جديدة تطلع لكم مباشرة. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم، بوناسيرا توتي، تشاو تشاو.